وقلت لك راني سولتيني وقلت لك راني باغي نجي عندك، قلت لي راه صعيب عليك الحال وما بقيت جيت. ايه مرحبا، الله يكبر بك الاستاذ. تفضل اذا عزيزي. كان ممكن عندي واحد المشكل راني كنعاني دابا مؤخرا، درت واحد داك. انا اصلا عندي المشاكل بزاف واضطرابات نفسيه، وفي نفس الوقت مؤخرا درت واحد لاكسيدون ضربت في راسي وما بقيت دابا وليت عم مريح لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. راني كنهضر محمد يا استاذ. سي محمد نعم سيدي. الناس عندهم إعاقة بدنية فايتة 90%، نعم سيدي. ولقاو بلاصتهم في المجتمع. انا عندهم إعاقة بدنية وصلت ل 90%. نعم، عندي واحد المشكل كبير يا استاذ، وما نقدرش نبارطاجي مع المستمعين، ماشي وحدين دابا. وسي محمد آمين، وسيدي محمد آمين، الله يرضي على ودي، الله يرضي عليك. راه تنقول لك الناس عندهم مشاكل اللي ما شتي هو في حد ذاته. ما معنى مشكل؟ ما معنى مشكل بالنسبة لك؟ اش كيعني ان الانسان يكون عنده مشكل حاصل في الواقع؟ اش كتعني؟ انا حاصل ديال بصح انا جيت نعاود المستمعين. لا دابا انا ما بغيتكش تعاود، بغيتك تفهم معايا. انا اللي غنقدر نساعدك في الفهم. الله يجازيك. انا اللي غنقدر نساعد، اللي كنقدر نساعد انا في الفهم. الفهم اللي انا يسر لي ربي فهمته، اما الفهم اللي ما فهموش راه ما نقدرش نذكر فيه، ولكن الفهم اللي فهمته نقدر نتقاسمه مع الشخص. اذا خاص الشخص اذا جا عندي المكالمه وجا عندي البرنامج راه غادي نقدر نساعدوه في الفهم. نعم، واش باغي تفهم؟ انا بغيت الفهم. انا ما بغيت شي حاجه ماديه، انا باغي المعنوي. ولا بغيتي الفهم غنحاول نساعدك في الفهم. الله يرحم والديك. اللغه الالمانيه عندها جوج ديال المفاهيم بخصوص الواقع. عندها جوج المفاهيم. عندها المفهوم الاول اللي كيعني الواقع الممكن البلوغ اليه، وعندها المفهوم الثاني اللي هو الواقع. عندهم جوج المصطلحات في اللغه الالمانيه. واحد تيقول الواقع الممكن البلوغ اليه، والاخر الواقع. احنا في لغتنا عندنا غير الواقع، ما عندهم جوج ديال المصطلحات. نعم. دابا كيفاش كيحلوا العلماء الفشل؟ الانسان تيفشل باش يبلغ واحد الواقع. كيفاش كيحل؟ تيقول لك بحال عندك قلم الرصاص، شاد قلم رصاص في يدك ياك؟ نعم. وكتكتب وتكسر لك هذاك الراس ديال قلم الرصاص، تكسر. نعم. بالنسبه لهم الفشل او الصعوبه او الاستحاله لبلوغ الواقع هو ذاك الراس ديال القلم تكسر. تيقول لك تما فين خصك توقف وتعرف انك اتصلتي بالواقع. البلاصه اللي تهرس لك فيها هذاك المين دوكريه والبلاصه اللي تهرسات، هذاك هو الواقع الحقيقي، تما تقابلتي معه. بمعنى البلاصه اللي ما تهرستكش فيها القلم، هذاك راه الواقع الافتراضي كيف انت كتستوعبه. والبلاصه اللي غتحصل لحصلاتك تما الواقع الحقيقي كاين. شنو تنديرو حنا؟ عوض ما نقراو القوانين اللي هي تما في هذاك الواقع اللي حنا حصلنا، لان راه تما فين كاين الحقيقه، تما فين كاين الواقعيه، كنمشيو تنبغيو نبدلو ونبغيو نتقاتلو مع الفكر اللي ما وصلناش. مثلا واحد عليه ديون، الشركه ديالو دائما فلو روج، دائما هذا يتسال هذا يتسال هذا يتسال هذا يتسال هذا يتسال، عليه ديون ياك؟ عليه لي شارج، عليه ديون، ماشي عليه شارج، عليه ديون. هذاك خصو يحيد من المقاوله. هذاك الشيء الا كان داير معلم نجار ولا داير معلم بناي وداير شركه وداير واحد المحل، هذاك خصو يسد المحل وخصو يحيد تما ويمشي يقلب يخدم عند شي واحد بالصالير. ولكن واش يقد؟ خصو يبدل المفهوم. ملي كانت عنده لاكارت فيزيت وعنده المحل كان تيقول باترون، كان تيقول معلم، كان تيقول مدير، لان عنده لاكارت فيزيت. ملي غيحيد المحل وتحيد لاكارت فيزيت ما بقاوش عنده. واش يقدر يتحرر هو؟ سؤال. لمن بغى يبان باترون؟
لمن بغى يبان عنده المحال، لمن بغى يبان، راه بغى يبان لواحد راسو اللي ماشي هو، راه بغى يبان لواحد اخر اللي ماشي هو، راه بحال اللي ولات فيه ازدواجيه، فيه واحد واقعي وفيه واحد كيتخايلو، هذاك نفسه اللي كيتخايلو كيشوف راسو باترون، راه بغى يكون باترون لهذاك راسو اللي كيتخايلو، خاصو يتضرب بالوجاء هذاك خاينه اللي هو مضوبل، هو مضوبل، خصك تحيد دوبل، داك الدور تحيد. اذا شتي الفشل شنو جا قال له؟ جا قال له راك مضوبل، راك ماشي واحد، راك في ازدواجيه، راك واحد في الواقع وواحد كتخيلو، انت راك ماشي باترون، انت راك ماشي مدير، انت راه ما حتى حاجه، انت حيد من هذا الشيء، وعندك واحد الصنعه كتعرف ليها، غتمشي عند واحد المعلم، ولكن خصك تصبر يبدا يصنهر فيك، يبدا يقول لك الماتريال موسخ، غسل الماتريال، الكليان جا، راك ملهي، شوفوا جلس مع الناس مزيان، راك طيحتي المعلومه ما قيتيش كل شيء، غادي يبدا يمخض فيك الباترون. اما ملي كنتي باترون ديالك انت اللي كتمخض في الاخر. دابا شتي ملي غيجي عندي انا واحد هاز الكارت فيزيت كيقول لي عندي شركه وتيقول لي الشركه عليها ديون وغنمشي للحبس، انا ما كنتعاطفش معاه، ما غنديش مع العاطفه، غنقول له مسكين بقى فيا، وغيقول لي انت كتعرف المحسنين عافاك اتصل بهم يفكوني من الغرامه وكذا، انا ما غنعاونوش هنا، انا غادي نعاونو بانه نقول له انت ما صالحش تكون عندك مقاوله، انت ما صالحش تكون كذا، انت خصك شنو حرفتك؟ يقول لي كنعرف نسير الشركه، حرفتك كتعرف تسير الشركه، اذا سير ديال الكونطابل، علاش ما قريتيش كونطابل؟ علاش ما خدمتيش في المكتب ديال الكونطابل تما فين كتسير الشركه عند الكونطابل؟ هو ما خدم عند الكونطابل، ما ولا كونطابل، وجا نصب راسو كيسير الشركه حيت سهله، تمشي غير للمحكمه وتتحط واحد الطلب وكتعمر وكتمشي للسيري سونتر دانفستيسمون وتعمر وغدا الصباح عندك شركه سهله، ولكن في الواقع صعيبه. اذا دابا شتي الصعوبه ديالو، هو راه ماشي عليه ديون، دابا راه عليه هو ديون، هي الديون راه غتحيد، راه ماشي ما لقاش لي يشد بيدو ويساعد شريكته، ربما راه ما عرفش يدير بحال النمله تتبني هي الغار ديالها بحبه الرمل بحبه الرمل، هو بغى تراكس يجي يهز، واخويا ما عندكش تراكس، النمله كتهز حبه بحبه، والنمله بحبه بحبه واش كتستطيع توصل للواقع ولا ما كتوصلش؟ كتستطيع توصل للواقع ديالها وفي نفس الوقت كتداخل الشتاء حيت مشات على قدرها كنمله، ولكن لا النمله تخيلت راسها فيل وهي راه ماشي فيل، غتجيبها في راسها. اذا دابا شتي هنا شنو هو اللي غادي يخربقك؟ رد البال مزيان واحد المساله سميتها البنيه المازوشيه. نعم. علاش العلماء كيربطوا ما بين البنيه المازوشيه والفشل؟ علاش؟ اش كتعني البنيه المازوشيه؟ كنسمع ديما هي وديك لانفراستركتور بسيكولوج مازوشيك وديك الاناكليتيك وديك النارسيسيك. اييه، ولكن دابا اش كتعني البنيه المازوشيه؟ اش كتعني؟ الا ما عرفاش قول لي، ما عرفاش نشرحها لك. لا ذكرني بها، انا بعد خطرات راني كنسمع ديك استاذ. المازوشيه هو الانسان تلقى الهويه ديالو في الالام وفي الحزن، الهويه ديالو كيلقاها في الالام والحزن. الهويه ما معنى الهويه؟ شي تيقول انا وراها هاله على اليمين الحزن وبجنبها على اليسار الالام، ملي تيقول انا خصو يلقى الالام والحزن بجنبه، هذه راه هي البنيه المازوشيه، خصو فيما يتلفت على اليمين ديالو وعلى اليسار ديالو وحولو خصو يلقى الحزن الالام، الحزن الالام، هذيك هي البنيه المازوشيه. والاصل ديالها في الاستيعاب. دابا حنا راه غادي نرجعوا لصفر 4 سنين ديال الشخص، انه ما قدرش يميز، رد البال واحد الكلمه راه شويه قاصحه غنقولها لك، ماشي عليك انت، غنقولها البنيه المازوشيه ماشي عليك انت. مرحبا تفضل. انه في صفر 4 سنين عندنا واحد المصطلح حنا المغاربه تنقولوا المبلوز، تبلز. اش كاين هذا المصطلح عندك؟ المبلوز المبلوز كنقولوا بلزاتو امو، بلزاتو المبلوز. مبلوز يعني تبلز خرج. اش كتعني؟ بلوز بحال قلتي شي حاجه كتخرج لك على غفله ما كتبارتك. وراه هذيك هي البنيه المازوشيه، هذاك راه ما استوعبش الوضع واستوعب المبلوز، ماشي منه هو، من البيئه ديالو، عائلته، من امه، من باه، من خوتو، المحيط ديال الاستيعاب رمز له
بانك انت مبلوز ماشي موضوع. القران تيقول فلما وضعتها، ما قالش فلما بلزاتها. القران قال فلما وضعتها. شتي الوضع تيأسس للموضوع. وعرفتي شنو هو اللي كيتبلز في الواقع؟ شنو هو اللي كيتبلز في الواقع؟ شنو هو اللي كيتبلز؟ باقي معايا سي محمد ولا مشى؟ باقي معك. الموسيقى ما سمعتش مزيان. قلت لك في الواقع شنو هو اللي كيتبلز في الواقع؟ في الواقع نعم سيدي. شنو كيتبلز؟ شنو هو القراءة حاشاك؟ نعم سيدي. راه القراءة هي اللي كتبرز. التغوط. لا انا استعملت القراءة، راني عارف تغوط. نعم. التغوط هو ايتيليزي لو سفنكتر. بالك هذاك سميتو، كاين واحد العضو ما بين المصران الكبير والشرج كيتسمى المستقيم. شتي هذاك المستقيم كيضغط، هذاك راه هو التغوط. سي ليكسبولسيون. انا دويت على القراءة اللي هو المادة اللي خارجة عندك. راني انا راه منطقي من العيار ثقيل، انا ما كنلعبش مع المصطلح. راه اللي عطيت المصطلح وغادي تصنت ليا. انا كنسمع لك. اذا دابا التبلز راه عندها علاقه مع الماده اللي كتخرج اللحظه ديال التغوط. التغوط سي ان ميكانيزم، سي اون اكسبولسيون، سي اون كونتراكسيون ديال السفنكتر. نعم. هو عنده لانيوس راه فيه واحد لابارتي كتسمى بالعربيه المستقيم. المستقيم هو واحد الطرف الاخراني ما بين المصران الكبير وما بين الشرج، ما بين لانيوس. هذاك عنده قدره تيبقى كيضغط. هذاك هو التغوط. الماده اللي كتخرج في العربيه كتسمى الخراءه. نعم. كيقولوا حتى المصريين. بهذا المصطلح كيقولوا حتى المصريين كيقولوا القراءه. هو راه في الفصحى، هو في الفصحى هو هذا الاسم. هذا راه في الفصحى باللغه العربيه هو هذا. نعم. دابا راه كاين اللي توضع في الاستيعاب، كاين اللي هو موضوع توضع. نعم. واحد السيد دابا راه كاين اللي راه في عائلته، كاين اللي في عائلته في المحيط ديالو ترمز له توضع. هذاك غادي يخرج بموضوع. الشيء اللي خرج بموضوع غادي يفهم الواقع كما بغى يكون يفهمه. اللي خرج بموضوع وشتي اللي في عائلته، شتي في دارهم، شتي في محيطهم ترمز له بانه تبلز، هذاك غادي يبقى دائما في الهاله حاشاك الاخرى ديال مجلخ. ديما مجلخ بالمشاكل، ديما مجلخ بالواقع. هذاك ما يخرجش من المشاكل. هذيك راه هو الاصل البنيه المازوشيه. اذا دابا علاش انا دائما كنقول لكم حاولوا توصلوا لاسباب الاشياء واصل الاشياء وحقيقه الاشياء. اسباب الاشياء هو راه حاجه ما كتجي من فراغ. تقطع الفران غتدخل في حيط، مشيتي بسرعه غدير حادثه. اذا هادو اسباب الاشياء. اصل الاشياء هو الديناميكيه النفسيه تتهيج الواحد. هو بارك في كرسي مطوندي، بارك في الفراش مطوندي. اذا انت بارك مطوندي، ملي غتخرج غتلقى لا طونسيون. اذا هنا تيخص الواحد ملي يلقى الحاله ديالو يبرك مع راسو ويقول هاد 10 سنين الاخرى ديالي، هاد 20 عام الاخرى ديالي انا غنجلخ، انا غنتعاقر، انا غنجلخ، انا كنتعاقر. انا دابا ديتك الحقيقه ديال الاشياء من جهه منظور التحليل البنيوي النفسي كيف العلماء كتبوا عليه. ديتك الحقيقه لواحد العلم دقيق وهائل كيفاش شرح هاد الميكانيزمات. انا وريتك منين جاي. كاين اللي موضوع وكاين اللي مبلوز. راه كاين اللي تنقولوا بالدارجه المغاربه، ما بقاش نقولها، كنقولوا في بلاصه بلزاتو خذوا لو ديريفي من القراءه وغتحطوها هنايا كفعل، وغادي يبان لكم راه كتقال بالرمز. انت راه ما ولداتكش، انت راه طق. تخيلوا ملي الدري صغير. استاذ اسمح لي سيدي مرحبا. التعبير المجازي ديال انت مبلوز كينطبق عليا فعلا. لا اله لان اللي عشت انا باش نوضعك في الصوره ونوضع المستمعين حتى هما في الصوره. انا كبرت في واحد لونفيرومون ديال واحد الناس ربوني ماشي ما حسنوش بيا، كانوا كيقمعوني. لا ماشي العائله ديالي، ماشي لي بارون بيولوجيك ديالي. انا لي بارون بيولوجيك ديالي انا سو سون دي اسبانيول كريتيان اندلس غرناطه. جاو المغرب في لي ديرني زاني 80. موا جيتي ان انفون دون سيت ايبوك. جاو دخلوا توريست ووضعت لهم انا باقي صغير. جيتي ان انفون على لاج دو 3 ans 4 ans peut-être. واحد المراه هي اللي سرقتني، واش غادي نقول لك، ربما عطاتني لواحد السيده، وهاد السيده هي اللي عشت معاه وكبرت في واحد لونطوراج شويه صعيب شويه قاسح. دابا سيدي محمد، تخيل راسك. نعم. مشيتي مسافر مع والديك في واحد الطائره، قطعتي لغابه الامازون، طاح الطائره.
نعم. ماتوا هذوك الناس، بقيتي حي في الغابه. نعم. استقبلوك قبيله. سولومون لا استقبلاتك قبيله ديال لي زانديان، ورباوك نتايا مغربي، ورباوك تما، علموك كيفاش تصيد الحيوانات، علموك كيفاش تستعمل النباتات. تما معاهم غتعيش مغربي ولا غتعيش انديان؟ وخصك تاقلم، تادابتا مع داك لونتوراج باش تعيش. ولكن ما جاوبتيني، ما قلتلكش تاقلم، ما دويتش انا على لادابتاسيون، دويت انا على الهويه. غتعيش معاهم مغربي ولا غتعيش معاهم انديان؟ غنعيش معاهم مغربي، ولكن خصني نتاقلم مع داك اللونتوراج اللي راه مازال مشيتي للتاقلم، كدوي هنا على لادابتاسيون، انا كندوي على الحقيقه. واش غتعيش معاهم مغربي ولا غتعيش معاهم انديان؟ وانا في الكيان ديالي راني مغربي، ولكن بحكم انني وقعت الواقعه ولقيت راسي في هذاك العالم اللي هو استوائي وفي الامازوني، يعني في هذوك الناس خصني نعيش معاهم، انا بحالهم، خصني نطبع معاهم ونتعلم منهم كيفاش كيعيش. واش شتي هذاك الكيان المغربي ما غيبقاش؟ ما غيبقاش، غيبقى غادي يبقى على الاصل، كتسمى جينيالوجي. نعم. غادي يبقى على الاصل، غتبقى على فيلياسيون، غتبقى كتذكر واحد الاب واحد الام من اصل مغربي. اما انت شتي ديك الساعه الكيان ديالك غيولي انديان، وغتاخذ سميه انديان، وغدير هذوك الرسومات انديان، وتولي ترقص انديان، وتولي تغني انديان، وتولي تاكل انديان، وتنعس انديان، وتزوج انديان، وتولد انديان. المغربي خصو يمشي. القصه ديال استابينيكو مصطفى الزموري حتى هو راه بحال هكا، باش القصه ديالو راه باش معروفه. اذا دابا شتي هاد البلاصه هادي، الانسان تيختار سوا يدخل سوا يبقى خارج وتيقول ما داخلش. هنايا راه كاين واحد السيركل كيكون الانسان يا اما تيدخل لهذيك الدائره يا اما تيبقى يشوف الدائره من برا. هنايا الانسان معظمه ما عندوش، لان خصو يسخى بالقصه. القصه راه في حد ذاتها راه كنز. تخيل انا عندي قصه استثنائيه، انه با امي كان ربان طائره، وبان امي كانت كذا، وكنا غاديين فوق الغابات الامازون، وجات الضبابه والشتاء والرعد، وبا حاول البيلوت واعر وما عرفش وطيح الطائره، مات با امي. عرفتي قصه في حد ذاتها هذه راه مجوهره. شوفوا دابا ملي كتكونوا غاديين في الطوموبيل، كتوقفوا في الروج، كتلقاو واحد العيالات هازين وليدات، كتجي عندك كتقول لك والله استاذ انا راه ما باغاش نسعى، انا والله تسمع لي القصه اللي عندي، راه عرفتي تاثر فيك هذيك القصه. هذيك القصه هي اعز حاجه عندها، اللي هي الاصل ديال الماساه ديالها. علاش العلماء بالخصوص العبقري جاك لاكون غادي يالف واحد الكتاب عنوانه لو ميت انديفيدويل دو نيفروزي، الاسطوره الفرديه للعصابي. علاش كتب على لو ميت انديفيدويل دو نيفروزي؟ لان شتو لو ميت، هاد الاسطوره هي القصه. دابا راه عاودينا سي محمد القصه هذاك راه سي ميت، راه فيه الحقيقه وفيه حوايج اخرين من غير الحقيقه وتجمعوا، ماشي معناتها كيكذب، لا، حيت المعلومات ما كانش عندك الوقيته اللي كان الحدث، كنتي صغير، اذا حتى كبرتي عاودوا لك واسترجعتي. اما المعلومات اللي هي حقيقيه كانت حايطه بك ملي كنتي صغير ما عندكش، لانك ما كنتيش كتواعي، ما كنتيش كتكتبها، ما سجلوهاش لك، ما مشاش معك صحفي كيوثق ليها من النهار اللي عندك عامين انت عندك 20 عام، ما وثقوش لك 24 ساعه وشي ولو توثق كتبقى انفيكسيون، لان خصك تعاود تصيغها بالاستيعاب. هذا الموضوع هذا كيشكل ما يسمى اون ترام. ملي كتمشي عند الخياطه ديال الجلال، راه عنده واحد الهيكل بالعود، هو اللي غادي ينجج عليه الثوب ديال الجلابه، هو اللي غادي يخيط عليه الثوب الجلابه، يخرج الجلابه من هذاك الهيكل ديال العمود. هذيك سيتون ترام. ولكن راه دارت الجلابه ما نقدروش نخرجوا بها مونطو، بمعنى انه المنتوج صبح مقيد بلا ترام. صافي شداتو لا ترام كتحكم على المنتوج. اذا شفتوا المنتوج هو الفكره، هو شنو غتنتج كفكره. انت تتقاتل مع الواقع كتستوعبه من جهه المفهوم كتاثر فيه الفكره كتاثر فيها بنيه لا ترام.
بنيه لاطرام جايه من لو